هذا كان السنة اللي فاتت. حلمت كذا إنه يعني كنت متزوجة أمير، وكان في بيت يعني كنت داخلة أنا وياه في بيت خالة أمي. كان البيت كذا مهجور ومظلم وزي كذا. بعدها أنا جيت بهرب، إلا يعني يبيني ما أهرب، فهمت علي؟ أبي أطلع مع الباب يعني يحدني كذا. وأنا ما كنت يعني أعرف اسم هذا الأمير وكذا. بعدها يوم بحثت كذا طلع يعني عرفته. يا الله، أنت من وين؟ من الجنوب؟ لا، وحاطة عصيدة جنوبية ومسوية لي فيها زاحفة. حاطة عصيدة عشان ألفت شو اسمه الانتباه. انتباه المشرفين عشان يطلعوني. أنت إيش قاعدة تسوين في البيت؟ إيش قاعدة تسوين؟ أنت إيش قاعدة تسوين في البيت؟ أنت دوب نفسك، من غير تزغطين في عمرك. أنت ما تخدمين أحد ولا شيء. بس هذا الولد إذا سويتي له شيء، إذا ذاكرتي له شديتي عليه وجننتيه، إذا تخلينه يروح المدرسة تشدين عليه وهبلتينه. ما أذاكر له ولا أشد عليه ولا شيء، بس ممكن إذا هو زعلني ممكن يعني أطالبه، أو يعني ما أنا ممكن عاد أزعله يعني من غير سبب، فهمت يا علي؟ بنت الحلال، يا بنت الحلال، احنا قاعدين نفسر منامات، مو بمنامج ده الصغير اقدر افسره باذني. مناماتك هذه افسرها باذني مو بلساني. انت مزعجه في البيت، انت طيب تعزتي هذا الولد هبلتيه به، وعندك افكار، يا انت الله. اصلا افكار خاصه فيك، انت تفكرين لنفسك اكثر من العائله. انت يهمك نفسك دائما، مهتمه في نفسك بس، انت مهتمه بنفسك، ما يهمك احد. اي احد يزعجك تمسكينه برقبته. اهدي يا شيخ، يعني تفسير المنام الأخير إيش يعني؟ يعني تحصني سمي بالرحمن، والله لا انت متزوجة امير ولا انت متزوجة حتى فار اللي انت تركتيه. بس يلا. يعني مو يعني شيء. لا مو بشيء. انت على رقيه ولا لا ترقين نفسك؟ لا. خلاص بخير وفي العافيه، روحي نامي وتحصني. يلا مع السلامه، انت عصيتك دي. هذه احلام الجيل الجديد، بحور.